ما غتعيق بهم حتى يفوتك الفوت، يفوتك التران، ولا يجي شي نهار يسهل عليك الله وتخرج من المغرب غتكتشف بلي كنتي تتعيش كذبه كبيره. كانوا تيكذبوا عليك في كل شيء، وكلهم كانوا تيكذبوا عليك، الامام ديال الجامع والتلفازه وصحابك، صحاب المواقع والقنوات والوزير كلهم. امام الجامع والواعظين والدعاة كانوا تيقولوا لك الا بغيتي السعاده صلي، بغيتي الرزق قرأ ايات جلب الرزق، الا انت فقير الله يحبك، كنت مريض ولا فاشل في حياتك اصابتك العين خصك تفوسيخها، الا ما تفرتيش في حياتك ماشي الغلط ديالك، لا ابتلاء، ماشي الظلم والفساد المسؤولين ولا لا حاشا. لما قال لك الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن كل شيء داك الشيء من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل فقط، باش يغفر لك الذنوب ويدخلك الجنة، والجزاء غيكون في الآخرة فقط. ما قال لكش دير العبادة غيجازيك الله عليها بعد الموت، ومن أول ليلة ديالك في القبر عاد غتجازى عليها، باش يحقق لك الأحلام ديالك وداك الشيء تتمنى في الدنيا. وإلا خصنا ناخدو الدين بالأخلاق والمبادئ ونوضو نخدمو البلاد والأمة الإسلامية ديالنا، كانوا تيصوروا لك الدين بحال شي أونتيبيوتيك صالح لكل شيء، يقاوم الحزن والفقر والمرض ويحل لك جميع مشاكل الحياة. ومني تجي لبلاد الكفار تلقاهم عايشين الحياة الدنيا أحسن ب1000 درجة من المسلمين، الغنى، السعادة، طول العمر، قلة الأمراض، وحتى الأمراض عنده سبيطارات ومعدات طبية وأدوية باش يداوى، أطباء في المستوى، ناس مربيين وتحكموا بالعدل ومؤثرين، موفرين شروط العيش الكريم للمواطنين الجميع، كل شيء عايش. هادشي كامل ماشي بالدعاء ولا قيام الليل، هادشي داروه بدراعهم وعرق كتافهم وخدموا عقولهم. ما تيامنوش بالزهري ولا الطاقه ولا العين والحسد والهضره الخاويه ديال اصحاب السماوي، تامنوا بالخدمه والعمل. خداو اول كلمه من اول ايه نزلت من القران الكريم، اقرا، وشافوا ان الكون والحياه خلقات باسباب، ودرسوا وعرفوا ان كل شيء باسباب، عرفوا كيفاش الانسان تيشوف بعينه، وخداو العلم وناضوا صنعوا لك كاميرا، ودرسوا الجسم البشري وناضوا صنعوا لك الدواء. خداو اول ايه وخلاو لك 6236 ايه، وانت ما طبقتي لا اول ايه ما طبقتي الباقي، وبلا ما ندويو على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما عشتي لدنياك ما عملتي للاخره، شفنا غير الحسد تشفرت والكريساج والحظيه والنميمه والفقر والكذوب والرشوه وجميع المصائب كاينه في البلاد. حتى نجيو الكذبه الاخرى باش يعجبوك، من يما التلفازه كحل وابيض، هما تيقولوا لك المغرب احسن بلد في العالم. اجي تشوف احسن بلد في العالم، غير الطبيعه تفكرك بعظمه الخالق عز وجل. رمضان مبارك كريم.